جبت اخري، مش عارفه هعمل ايه بعد كده. الرز وهنحطه في الخلاط ويلا نشوف هنعمل فيه ايه. صباح الفل، صباح الجمال، صباح السعاده وصباح التفاؤل، وصباح كل سنه وانتم طيبين، وصباح رمضان كريم وينعاد علينا يا رب بالخير واليمن والبركات. كل سنه وانتم طيبين يا رب. تعالوا النهارده بقى هقول لكم على حاجه حلوه تنفع تعملوها في رمضان بتفاصيل وتكات محدش قالها لكم قبل كده، وحصري وما اتعملش قبل كده. وخليكم معايا واحده واحده عشان تعرفوا التفاصيل. هو رز بلبن، بس مش اي رز بلبن. شوفوا للاخر عشان تعرفوا ايه هنعمل ايه. دول 2 كيلو لبن، ومعايا دي كوبايه رز غسلاها، و2 باكت كريم كراميل. وما تسرعوش ايه اللي هيتعمل، اسمعوا واحده واحده عشان تعرفوا تفاصيل الفيديو ايه، او تفاصيل الوصفه بتاعتنا ايه. احنا مش هنحط الكريم كراميل ونقلب وخلصنا، لا، شوفوا للاخر. هنا دي ميه على النار هتغلى اهيت، هحط فيها كوبايه الرز اللي غسلتها وصفيتها بالمنظر ده. وهحط معاها ايه، حط معاها ميه زهر او فانيليا اللي انتوا عايزينه، بس انا بحب في الوصفه دي ميه الزهر اكتر. اهي شويه صغيرين عشان ريحتها قويه بالمنظر ده. ونديله تقليبه ونسيبه يتسلق، وبعدين اقول لكم الخطوه الجايه. كده بعد ما اتسلق تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. احنا هناخد نص اللبن ده بس، ماشي، بالمنظر ده. هو المفروض كنت اسيبه يهدى شويه، بس ما فيش وقت. واحط له، حطي السكر اللي انت عايزاه، يعني السكر ده حسب الرغبه. فانا بحط كده يعني من غير كوبايه عشان انا عارفه انا عايزه قد ايه. يعني ايدي اتعودت على الحاجه اللي انا بعملها. وهقوم جايه ضرباه بالمنظر ده. ما عندكيش بلندر اضربه في الخلاط، لكن انا عشان خاطر ما فيش وقت ان انا اسيبه يبرد فقلت اضربه بالبلندر وهو سخن بسرعه. وبعد ما ضربته بالمنظر ده وتنعميه خالص وما تخليش اي تكتلات فيه، وما تخليش الرز باين فيه نهائي. ضربته اهو كده زي ما شايفه بالمنظر ده اهو. وما تقلقيش وهيطلع حلو وهيعجب اي حد هياكله عندي. واحنا داخل علينا رمضان وعزومات رمضان، ومفيش رمضان من غير رز بلبن، بس المره دي بالطريقه الجديده بقى. هاخده ارجعه تاني على النار كده، وانا رجعته تاني على النار هسيبه ياخد غلوه. ده مش عايز نشا، لان هو اساسا الرز هينزل نشا لوحده، فمش محتاج نشا، ماشي. فما اوعي تحطي نشا، لو حطيتي نشا هينشف منك قوي ويتقل. فكده زي الفل، هسيبه بس يغلي غلوه واقول لكم على الخطوه اللي بعد كده. بصوا كده اهو بعد ما اخد غلوه، ماشي. تعالوا بقى هنصبه في الكوبايات اللي هنحطه فيه، ومش هتمليها، يعني احنا مش هنملاها كده بالمنظر ده. وعلى اما يرجع يبرد، ماشي، هقول لكم ايه الخطوه الثانيه اللي هنعملها. كده بعد ما انا غرفت كميه الرز اللي انا عملتها اهيت، وبصوا ابتدت تربط اهي وتبرد، ماشي. انت ممكن تسيبها اكتر من كده، بس انا عشان خاطر بقول لكم ايه الوقت بس معايا. ده بقيه اللبن هحط فيه 3 معالق سكر، وهرجع اقول لكم السكر حسب الرغبه، بس عشان احنا ما بنحبش حاجه مسكره قوي. ودول الباكيتين بتوع الكريم كراميل هفضيهم. وما تستعجلوش على الخطوات. ادي الباكيت التاني هقلبهم الاول على البارد، هما والسكر بالمنظر ده. دوبيهم الاول كويس، كده. بعد ما دوبته على البارد خدته بقى ايه كده على النار، وهنفضل ايدك فيه عشان ما يشدش منك، وبرده في نفس الوقت ما يفرش على البوتاجاز.
فتفضلي ايه معاه على طول. وهنقلب واحده واحده. هخلص تقليب واقول لكم الخطوه اللي بعد كده. بصوا كده خلاص ابتدى يتقل اهو، دخل في الغليان، فخلي بالك عشان ما يلزقش منك، وايدك بقى فيه لا يفور منك على طول، وعينك عليه. بصي خلاص كده ابتدى يفور بقى معانا اهو. فانتي لو سبتيه وبعدتي هيفور منك زيه زي اللبن العادي، مش ان هو محطوط فيه كريم كراميل مش هيفور، لا ده بصي بيفور بالفعل اهو. فلو سبتيه وبعدتي هيفور منك وهيبهدل الدنيا. فهو كده غلي كويس معانا اهو. هناخده بقى نصبه ونشوف اللي بعد كده. كده واحده واحده بقى هناخد على كل طبق شويه وبالراحه، وما تخافيش اهو، بالراحه واحده واحده. لسه وكده ما خلصش، لسه في خطوه تانية، ما تستعجليش. انا بقول لك التفاصيل واحده واحده عشان هتعملي حاجه بجد عظمه ومحدش عملها قبل كده. هرجع اقول حصري واختراعي، محدش عمله قبل كده. كده بعد ما صبيته عادي انك تلاقي مثلا الوش بتاع الرز بلبن اتحرك شويه، مفيش مشكله، ما تقلقيش، لان الرز مفروم في الخلاط، فما تقلقيش من الحته ديت. هسيبه بقى لما يبرد خالص، يعني انا هسيبه اصلا دلوقتي وانزل شغلي، ولما اجي هكمل الخطوه التانية والخطوه الاخرانيه بتاعه الرز بلبن. ولازم تسيبيه بقى كده يبرد نهائي، وتحطيه في التلاجة يسقع، لانك انت تقريبا كده خلاص فاضل التكه الاخرانيه ويبقى ايه الطبق بتاعنا جاهز. تعالوا بقى بصوا بعد ما سبته برد خالص وبراحته، بصوا بقى بالمنظر ده اهو، بقى جامد اهو. تعالوا بقى اقول لكم الخطوه الاخيره. الاكياس اللي كانت مع الكريم كراميل هتفتحيها وهتروحي وتيجي كده بشكل عشوائي على الوش، يعني احنا مش عايزين نملى الكوبايات قوي، ممكن نعمل كده بالمنظر ده. هو كده كده في الاخر بعد اي شكل هتعمليه هيرجع يفرد، يعني مش هيفضل زي ما هو. احب بقى اقول لكم ايه بعض الاخطاء اللي ممكن تقعوا فيها، وهكمل بعد كده. هي مش اخطاء بمعنى كلمه اخطاء ان هي بوظت الوصفه او الكلام ده، لا، هو عشان الاستعجال مش اكتر. الرز بلبن تسيبيه يبرد 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 قوي يعني، ماشي. والكريم كراميل لما تعمليه سيبيه يهدى شويه وبعد كده حطيه. هو ايه عندي الوش بتاع الرز بلبن، الوش مش كله دخل شويه في الكريم كراميل من فوق، عشان انا كنت مستعجله مبدئيا، لان ببقى لما ببقى بصور قبل ما انزل الشغل الصبح، فببقى الوقت حاكمني، فببقى مستعجله. وفي وصفات زي كده بكملها لما برجع. فانتي قاعده في بيتك براحتك، سيبي الحاجه تبرد وتاخد وقتها واعمليها، وبجد طعمه حلو قوي، لان دي مش اول مره نعمله، فعن تجربه. فانا قلت اقول لكم برضو عن ايه، عن الخطأ دوت، عشان اللي يعمله ما يفكرش الدنيا باظت منه. هو نفس الطعم بالمناسبه، يعني مش هيفرق كتير، بس احنا ايه بندور على الشكل. ممكن تستغني بقى عن الاكياس دي وتجيبي ايه وتعملي انت الكراميل في البيت. انا عايزه اقول لكم انا هدوق واحد معاكم، هدوق واحد اهو. بجد وبامانه من غير اي مبالغه والله طعمه حكايه، وحاجه يعني محدش جربها قبل كده. جربي الوصفه وقولوا لي رايكم فيها ايه، ولايك وشير، وما تنسوناش بكومنت حلو، ومع السلامه واشوفكم في فيديو جديد.